كوبايه دي عملنا كل الحلويات دي، الحاجه الحلوه اللذيذه السريعه دي. كوبايه واحده بس من الدقيق وبيضه، عملنا القمر ده ما شاء الله اللهم بارك. شوفوا الجمال. عايزه تحليها بالشربات او بالسيرب، تمام. عايزه بعد ما تخلص ترشي عليها سكر بودره، تمام. عايزه ترش عليها شوكولاته، مش تمام برضو. ايا كان انت حابه تاكليها بايه، بس هي سريعه وجميله للولاد، وطلبوا منك حاجه تعمليها بسرعه وسريعه وما تاخدش منك وقت. هي دي حاجه ما بين البقلاوه وما بين صوابع زينب، حاجه كده من بره بالشكل التحفه ده، ومن جوه مقرمشه وجميله يا جماعه. بصوا بصوا، هشه ومقرمشه كل ده. شوفوا شوفوا، مش عجينه، بالعكس ده مستويه ما شاء الله اللهم بارك. شربة شربات كويس، مش شربة كتير. بسم الله. مقرمشه مقرمشه من بره وهشه وطريه من جوه، تمام. حلو قوي وهتعجبهم، ومن اي واحده هتلاقيها بنفس الوضع. شوفوا يا جماعه، شوفوا قلبها هش من جوه بس مستويه، وشاربه السيرب بتاعها الشربات، وهشه جدا. شوفي بتاخد وضعها تاني، مش عجين. لو عجين واتكيت عليها كده مش هتنفش مني تاني. شوفي زي الكيك، الكيكه الصح كل ما تضغط عليها بتاخد وضعها تاني وترجع تنفش. اهي اهي، كل ده عشان السميد اللي احنا حطيناه والبيضه، تمام. وعشان احنا سويناها على درجه حراره مظبوط، خدت معايا الشكل ده تحفه وجميله اللهم بارك. فضلا وليس امرا، لايك، كومنت حلو منكم كده، واشتركوا في القناه. اتفضلوا معانا. بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. نعمل ايه بقى في سهره الليل والليل الطويل بتاع الشتاء والجوع وحلويات اخر الليل دي؟ ما بقتش عارفه اعمل ايه بصراحه. طلبوا مني حاجه حلوه وحاجه سريعه وهم سهرانين. طيب اعمل ايه؟ حلويات. طب ايه الحلويات اللي تخلص في 5 دقايق او في 10 دقايق؟ تعالي شوفوا مكوناتها معايا. كوبايه دقيق، كوبايه ميه او على حسب استخدامها، معلقتين سميد بسبوسه يا جماعه ناعم، معلقه واحده نشا، معلقه هرميه، المعالق هرميه، ربع معلقه خميره، وربع معلقه ملح، وبيضه واحده، بيضه واحده، تمام. تعالوا يلا نسمي الله. هننزل الاول هنا بالدقيق، بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله، وننزل بقى على الدقيق بالسميد والنشا والخميره والملح، بسم الله. خلاص كده قلبي كده كل المكونات الجافه دي، قلبيها على بعضها. هعمل لك احلى حلويات مش مكمله 10 دقايق، في اقل من 10 دقايق وهتشوفي. نجيب البيضه، بسم الله، وننزل نغسل لنا كويس، تمام. طبعا هنا هحتاج شوكه. انزل هنا بقى، الميه اللي معايا دافيه، ميه فتره، ماشي. هنزل، ما تقلقيش البيضه مش هتستوي فيها. بسم الله. انا عايزه العجينه مش سايله قوي ومش تقيله قوي، تمام. اضربي كده، المضرب التاني بايظ، فانا قلت ايه، اي حاجه تقضي الغرض.
تمام. مش هنقف يعني على المضرب او على الشوكه، حاجه تنجز وخلاص. تمام. بسم الله. بصوا معايا السمك ده عامل ازاي. بصي يا حبيبتي انت وهي، بصي السمك مقارب شويه لسمك الكيك. تمام. خليط الكيك، شوفي السميد متقله شويه، يعني ولا هو تقيل ولا هو خفيف. على فكره انا خدت على الكوبايه الدقيق والحاجات الجافه، المكونات الجافه، كوبايه واحده بس ميه، كوبايه واحده ميه. تمام. ما استهلكتش اكتر من كده، ما حطيتش عليها اي حاجه تانية، ما فيهاش اي حاجه خزعبليه. ايه، شوفوا، اظن كده واضحه. خلاص. وهنسيبها، نسيبها 10 دقايق تخمر، وهوريكم نخمرها بسرعه ازاي. معايا هنا صينيه واسعه اكبر من حجم البوله اللي انت عامله فيها. الصينيه واسعه، حاطه فيها ميه سخنه، يا دوبك يا دوبك استحمل ايدي فيها، ايدي يعني لا هي سخنه قوي ولا هي فتره قوي. تمام. وهنزل البوله فيها، احطها كده. بسم الله. هتسيبها بس لمده 10 دقايق او اقل، وبص عليها هتلاقيها خمرت. تمام كده. هنا مش هتغيب، اول ما تخمر اوريها لكم. بعد ما عدى 5 دقايق الاول، رجعت عطيتها تقليبه تاني. ماشي. بعد ما اتخمرت كويس رجعت عطيتها تقليبه تاني، هبطت الخميره بتاعتها ورجعت خمرتها تاني مره. يعني استنيت 5 دقايق وبعدين قلبتها، وبعدين رجعت استنيت عليها من 7 ل10 دقايق، خلاص، لحد ما وصلت للنتيجه دي. يلا بقى نبتدي نشتغل فيها. حاجه كده ما بين البقلاوه وما بين صوابع زينب. معايا نص كوبايه ميه دافيه، واحط احط المعلقه فيها عشان العجينه ما تمسكش. خلاص. الزيت عندي يكون نص سخونه، ما يكونش سخن قوي. تمام. وننزل فيه ونسمي بسم الله. بصي الزيت لما انا حطيتها فيه ما عملتش اي صوت. انا عايزه كده عشان السميد اللي جواها يستوي، السميد يستوي. تمام. نزل التانية بسم الله، وخلي ما بين كل واحده واحده مسافه، عشان احنا حاطين فيها بيض، يعني ممكن تزيد في الحجم. بسم الله. بدأ الزيت اهو يبدأ يسخن كويس معايا، بدأ يعمل فقاعات بسيطة. تمام. ما بين كل مرة والتانية كده شوية انزل في المية السخنة، بحيث ان هي ما تمسكش في المعلقة. تمام. وحاولي ما تكبريش الحجم عشان تستوي معاكي كويس. تمام. العجينة معايا تقيلة شوية عن البقلاوة. خلاص. عشان دي فيها سميد وفيها بيضة، البقلاوة ما بنحطش فيها سميد يا جماعة. تمام. انا معاكم اهو، مفصلتش الفيديو، انا بوريكم الخطوات خطوه بخطوه. بوريكم الزيت دلوقتي هتعمل ايه. هي دلوقتي في الارضيه بتاعت الطاسه من تحت اهي. اول ما تيجي تبدا تستوي، النار النار فوق الهادي بدرجه، يعني ما بين الوسط والهادي. ليه؟ لان انا عايزه اسوي السميد اللي جواها يا جماعه، مش عايزاها تطلع من جوه عجينه. خلاص. مشوا على الخطوات صح عشان تديكم نتيجه كويسه. تمام. نحاول ندي كله نفس الشكل. اول ما تبدا تاخد لون بسيط كده ذهبي فاتح، هبدا اقلبها. وما تقلقيش، العجينه متماسكه كويس، السميد مخليها متماسكه كويس. هتاخد اللون وبعدين نقلبها على الناحيه التانية. تمام. وهنا على ما اللي في الزيت يستوي معاكي كويس، تمام، وياخد اللون اللي انت عايزاه، ويوصل للدرجه اللي انت محتاجاها. دايما خلي العجينه متغطيه، كل ما العجينه تكون متغطيه بتزيد خمور كمان، يعني بتحلو اكتر. كل دور بتحسي ان هو احلى من الدور اللي قبله. تمام. هنا بقى عندي السيرب او الشربات يا جماعه. بجيب كوبايه السكر
ماشي. بحط عليها 3/4 ميه، كوبايه سكر عليها 3/4 ميه، 3/4 كوبايه ميه. تمام كده. وبتاخد عصره ليمونه. وبعد ما بنخلص السيرب ده وبينزل من على النار بديله ظرف فانيليا. ولو عندك فانيليا سايله بتحطي نص معلقه، نص معلقه صغيره فانيليا سايله. تمام كده. وانا بصراحه برجح الفانيليا السايله في الحلويات، انا بشتغل دايما بالفانيليا السايله. تمام. صفي بقى كده كويس. انا حابه اللون ده، وغير ان انا حباه بصراحه هما كانوا مستعجلين. اصفي كويس وانزل في ايه، في السيرب بتاعي. بسم الله. صفي كويس قوي من الزيت. وممكن لو انت عايزاها مقرمشه اكتر من كده بتطلعيها على مصفى او على شبكه واسعه. ماشي. وبتخلصي الكميه كلها زي البقلاوه بالظبط. وبترجع بعد ما بتبرد تماما بترجعي تحمريها تاني مره. ماشي. وبعدين بتنزليها في السيرب او في الشربات وتقلبيها. وبرده بتخرجيها على ايه، على مصفى تانية تصفى. تمام. شوفوا كل ما بتسيبيها بتزيد في الخمور. عفوا. كل ده بكميه كوبايه واحده. كل ده ما شاء الله اللهم بارك بكوبايه واحده بس دقيق. ماشي. وبيضه، بيضه واحده وكوبايه دقيق. ايه رايكم بقى؟ حلوه تستاهل لايك، لايك، اشتراك، وفعلوا الجرس على كلمه الكل فضلا وليس امرا. اتفضلوا معانا. باي.